صح كده؟ فهو من الذكاء ان هو ممكن يقسم المنتج بتاعه لاكتر من شريحه. طيب احنا كده اتكلمنا على الايه؟ التكنيكال بارت. حد ما فهمش المعلومات اللي انت بتدرسها، هنقول صماء شويه في الشهادات المهنيه او في الجامعه. على فكره ما ينفعش تخرج من الجامعه ما عندكش البيزكس دي، ما ينفعش تجيلي الشهاده المهنيه ما عندكش البيزكس بتاعت الفاينانشال والكوست اكاونتنج على سبيل المثال. مظبوط؟ طيب احنا اتكلمنا كده على البارت بتاع التكنيكال. طب هل ده كافي لوحده ان انا اروح شركه اتعين الصبح، ولا الاتش ار وهو بيقعد معايا بيتست سم اذر كواليفيكيشنز؟ يعني بيختبرني هل انا لما ادخل الشركه ومديري يضايقني هضربه بالبوكس؟ هل انا هعرف اتعامل مع زميلي اللي واقف جنبي؟ هل انا برو اكتف؟ طب الكلام ده هيفيدني في ايه لو انا راجل داخل شركه وفريش جراد؟ اصلا انا كمدير يهمني اكتر ان انت تبقى برو اكتف. انا بص، انا اقدر اعلمك التكنيكال سكيلز بس مش سهل اعلمك البيزنس او السوفت سكيلز. هو ده اللي هيخليك، ده البريدج اللي هيخليك تاخد الاوبورتيونيتي. هنتكلم على اكتر من سوفت سكيل، منها على سبيل المثال الكونتينوس ليرنينج. ايه الكونتينوس؟ ان انت تبقى متعلم مستمر. الاي ام اي نفسها بتطلب منك سي بي اي. الشركات، انا شركتي مثلا في سكرين كده بتظهر لك في كل ما تفتح السايت بتاعك، يقول لك ايه؟ انت عملت السنه دي كونتينوس ليرنينج 5 ساعات من 19، انت لسه بيلو الافريج بتاع الشركه، فانت محتاج طول الوقت تبقى كونتينوس ليرنر. حاجه ثانيه تايم مانجمنت. ايه علاقه التايم مانجمنت بالنجاح؟ اتفضل. 90% من الناس 90% من الناس اللي قاعده ممكن تنجح في الشهادات المهنيه لو الامتحان 6 ساعات بدل 4 ساعات. بس الشطاره ان انا في الماركت مش هستناك ان انت والله انا هفكر ساعتين 3 علشان اخد ديسيشن. لا، هو الشطاره ان الشهاده المهنيه هتدربك وتوصلك لفكره ان انا ابقى افيشنت في التايم بتاعي. فالتايم مانجمنت دي من السكيلز بصراحه اللي ممكن تستفيد بيها بمذاكره اي شهاده مهنيه، لان انت بتبقى مطالب تحل 100 سؤال في 3 ساعات، فهي سكيل مهمه. وحتى في سوق العمل انا بدي لك ريبورت بتقعد فيه ساعه، واحد تاني بيقعد فيه 5 دقائق. ده انت كوست على الشركه. فمن السكيلز المهمه قوي التايم مانجمنت. حاجه تانية ان انت تبقى